من فضلك تعمل اي حاجة عشان تخرجني من المستشفى، لان هم ادوني على ورق انا مش عارفة ورق ايه ده، وانا عايزة اخرج من المستشفى. انا الحمد لله بقيت كويسة وكملت علاجي، انا بقالي 20 يوم هنا، فعايزة اخرج ضروري يا من فضلك. خلصت علاجي وبقيت كويسة، وناس في المستشفى هنا مضوني على ورق عشان يفضلوا حابسني. شيرين عبد الوهاب سرقت تليفون ممرضة وبعتت منه رسالة صوتية للمحامي بتاعها، وقالت له: أرجوك خرجني من هنا يا أستاذ ياسر، أنا خلاص اتعالجت وعايزة أخرج من المستشفى، اعمل أي حاجة وخرجني. والناس اللي هنا مضوني على ورق معرفوش ومعرفش مكتوب فيه إيه. أنا بقالي 20 يوم محجوزة وخلاص بقيت كويسة وكملت علاجي. شيرين لسه عايشة في دوامة، وكل اللي حواليها ضدها، وكل يوم أعدائها والناس اللي مش عايزينها بخير بيكتروا. رغم إنها اتحجزت في المستشفى وانتظمت في العلاج وصحتها بقت عال وكل حاجة تمام، في حد في المستشفى مضاها على ورق